أوقات كتير قوي في الحياة هتمر بحاجتين. هتمر بحاجة اسمها فلو أو بحاجة اسمها فورس. إيه الفرق ما بينهم؟ الفلو هي الحالة اللي بتكون فيها مندمج قوي مع اللي انت بتعمله. انت مستمتع بكل تفصيلة بتعملها، ما عندكش أي مانع ان انت في كل موقف تحاول تتكيف معاه علشان تعرف تطلع منه. بس الفورس هو انك تجبر نفسك طول الوقت انك تقاوم موقف انت مش عايز تعيش، تقاوم إحساس انت مش عايز تحسه، تقاوم مشاعر وتقاوم مواقف وتقاوم ناس انت رافض وجودهم. في كل مرة هتقاوم هي كل مرة هتضغط فيها على نفسك أكتر وهتضغط على اللي حواليك أكتر، وهتحس طول الوقت إن أنت منهك. علشان كده في حياتك جرب إنك طول الوقت تختار تبقى فلو مع المواقف اللي أنت بتمر بيها. وده مش معناه إن أنت سلبي ومش معناه إن أنت ما عندكش شخصية، إنما ده معناه إنك عندك مرونة وليونة، بتفكر بالشكل الصح علشان تعرف تطلع من مواقف حياتك بالطريقة الصح. وعلشان تعرف تطلع من حالة الفورس وتدخل في حالة الفلو جرب اللي هقولك عليه ده. جرب انك مثلا في دقيقة في يومك تركز مع حاسة واحدة بس، حاسة واحدة هتديها كل تركيزك وانتباهك. يعني مثلا هتجرب دقيقة مثلا تقعد ما تشغلش غير ودنك بس اسمع كل تفصيلة حواليك. او في وقت تاني مثلا جرب انك تركز مع حاسة اللمس بس، افضل المس كل حاجة حواليك وحسها. كل ما اديت لنفسك المساحة ولجسمك ان هو يسمع نفسه، كل ما هتمرن عقلك تدخل في حالة الفلو أسرع. جرب إنك تكتب من غير أي هدف، اكتب مش علشان تصحح، اكتب مش علشان تقيم نفسك، اكتب كل حاجة هتطلع من جواك لمجرد الكتاب. لأن الفلو بيحب العملية أكتر، مش بيحب إن احنا نبقى طول الوقت مثاليين. تخيل مثلا إن حياتك دي عاملة زي النهر والمقاومة زي الحجر. ايه اللي هيحصل كل ما تحط حجرة فوق حجرة فوق حجرة؟ بالظبط، النهر ده هيبدأ سريانه يكون أقل. طب لو جت موجة وقررت إن أنت تسيب نفسك ليها خالص، بالظبط الموجة دي هتشيلك لبر الأمان بطريقة أسرع. علشان كده فكر نفسك كل يوم إن أنت مش هتبقى حجرة في طريقك، بالعكس أنت هتبقى زي الموجة اللي هتركبها علشان توصل أسرع. ما تبقاش عامل زي اللي فاكر نفسه هيقف قدام القطر فهيبقى بطل. البطولة مش إنك تواجه قطر، البطولة إنك تركب القطر علشان توصل للي أنت عاوزه. ويا صباح الاستمرار القمر.